السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. مفاجأة برنامج رامز جلال 2025. رامز إيلون مصر إنه لأول مرة هيستضيف أخوه ياسر جلال، وهثبت لكم بالدليل إن ياسر جلال أكيد بنسبة 100% في المقلب لسنة 2025. بس قبل ما ابدأ الحلقة وندخل في التفاصيل، عاوزك تصلي على أشرف وأطهر الخلق سيدنا محمد ويلا بينا. ياسر جلال أخيرا وقع ضحية لأخوه رامز جلال في المقلب بتاعه بعد 14 مقلب بدأهم رامز جلال من 2011، وجه في المقلب ال15 أخيرا استضاف أخوه ياسر جلال. الدليل الأكيد إن ياسر جلال في المقلب هو حساب الفنان ياسر جلال نفسه على فيسبوك، ونزل على صفحته الرسمية بوست بيقول فيه: انتظروني لأول مرة في التاريخ بعون الله في برنامج رامز إيلون مصر في رمضان 2025، والله المستعان. بالتوفيق يا رامز، وإن شاء الله ربنا يتممها لك على خير يا حبيبي، ومن نجاح لنجاح دايما. وفي آخر البوست بيدعي إن الحلقة ما تتعرضش، وبيقول يا رب يا رب الحلقة بتاعتي ما تتعرضش، ادعوا معايا. كده اتأكدنا إن ياسر جلال في مقلب رامز إيلون مصر في 2025. قبل كده ياسر جلال كان في استضافة مع منى الشاذلي، وسألته عن الموضوع ده، وقالت له: هل فعلا ممكن رامز أخوك يستضيفك في مقلب من المقالب بتاعته؟ جاوبها ورد عليها وقال لها إنه بيحب يحترم نفسه وبيقدر نفسه، وكمان بيحب إن اللي قدامه يحترمه. بس لو عمل فيا المقلب وفقت من المقلب وعرفت إن أخويا، استحالة ردة فعلي تبقى وحشة، لأن مهما كان ده أخويا برضه. وكان إجابته كمان إن رامز صعب يستضيفني لأني مش بطلع في برامج كتير. معنى كلامه إن فعلا وارد في سنة من السنين إنه يستضيفه في المقلب بتاعه، وفعلا رامز استضافه في مقلبه الجديد السنة دي. الحلقة دي هتبقى تقيلة قوي، وهنشوف ياسر هيعمل ايه في رامز. أنا عاوزك بقى تقول لنا في الكومنتات تتوقع ايه ردة فعل ياسر جلال لما رامز يكشف له عن المقلب ويخلع الماسك، وياسر يعرف انه ده اخوه ووقعه في المقلب. وهل كنت متوقع ان رامز جلال ممكن جنانه يوصله لانه يستضيف اخوه في البرنامج؟ وبس، انا كده خلصت الحلقة. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب في القناة، وصلي على اشرف واطهر خلق سيدنا محمد، وبس. سلام. رامز على MBC مصر. رمضان يجمعنا.